على خير. اليوم الفيديو غادي يكون على بعض القصص الغريبة في رمضان. أول قصة غادي نعاودها لكم وهي حقيقية. القصة سميتها مؤذن قرية المنسية، وقعت في الريف الشام. القصة كدوي على واحد الشاب سميتو سليم، من جاي يخدم كمعلم في قرية جبلية معزولة في الشام. كان تما باري بزاف وضباب مضبب كل الديور. سليم لاحظ بان الجامع ديال القريه قديم بزاف، والمؤذن ديالو راجل شارف للدرجه ما يقدرش يتمشى، ولكن صوته في الاذان كيكون قوي وجهوري كيزلزل الجبال. واحد الليله سليم تسحر وتعطل في نعاس، بان ليه الضو شاعل في المئذنه. طلع باش يشوف واش كاين شي واحد تما باغي يطلب المساعده. ملي وصل للفوق لقى المؤذن جالس بوحدو وكيهضر مع فراغ. سليم سمع المؤذن كيقول باقي غير 4 سوايع وغادي نطلقوهم. سليم دخل على المؤذن وسول المؤذن معاياش كنتي كتهضر. المؤذن دار عنده بواحد العين حمراء وقال ليه انا كنهضر مع اللي تحت ديالي. رمضان كيحبسهم، ولكن هاد البلاصه مبنيه فوق قبر ديال الملوك ديال الجن، وراهم غير كيستناو فوقاش يجي العيد باش يحلطوا القريه. سليم هرب من تما. صحاب القريه كيسحاب ليهم هاد المده كامله سليم هو اللي كيأذن. هذه هي القصه الاولى، كنتمنى انها تكون عجبتكم. قصه غريبه وعجيبه. دابا غادي ندوزو للقصه الثانيه. القصه سميتها خيمه السحور في الصحراء الربع الخالي. واحد المجموعه ديال الشباب خرجوا كشتة تخييم في الصحراء الربع الخالي في رمضان. صوبوا الخيمه وقرروا بانهم يتسحروا تحت النجوم. الجو كان هادئ بزاف، حتى بدات الرمله كتحرك بوحدها بحال شي موجه. واحد فيهم سميتو خالد شاف من بعيد واحد القافله دايزه، جمال وخيل والناس لابسين لبس قديم ديال الحروب. القافله وقفات حداهم، وواحد الفارس نزل وسولهم واش اذن الفجر. جاوبوا خالد باقي الحال يا شيخ، تفضل تسحر معانا. الفارس ضحك ورا وجهه عامر غير بالجمجمه ناشفه وسط العمامه، وقال ليه حنا صايمين هادي 1000 عام ومحبوسين في هاد الرمله حتى يجي رمضان اللي كيتقبل فيه الله الصيام ديالنا. فجاه هبت عاصفه رمليه قويه، وملي غبرت لقى خالد صحابو غايبين على الوعي، والاكل اللي كانوا وجدوه ولا كامل عباره على عظام ورمل. دابا غندوزو للقصه الثالثه، والقصه الثالثه سميتها اشتق القاهره رقم 13. في وسط القاهره واحد العماره قديمه بزاف من عهد الخلديون، قديمه بزاف من عهد الخديوي. سكن فيها يحيى طالب جامعي، وفي رمضان كان كيسهر وكيوجد الامتحانات. الجيران كاملين اللي كانوا تما كانوا طيبين، ولكن الشقه اللي فوق منه رقم 13 كانت دايما مسدوده. الغريب بانه هو كل ليله كيسمع الصوت ديال الهون المهراز كيضحك، والصوت ديال العيالات كيغنيو اغاني رمضانيه قديمه ما بقاتش. واحد الليله الفضول قتلو، طلع ودق في الباب تفتح بوحدو. لقى الشقه عامره بالضو ديال القناديل، والطبله ديال الفطور عامره شهيوات وبكل ما تشهت النفس. واحد المراه جات عنده، والوجه ديالها كان كيشبه المومياء، ولكن لابسه بزاف ديال الذهب، وقالت ليه يا ابني احنا محبوسين هنا من ايام الفاطميين. رمضان هو الشهر الوحيد اللي كنقدروا نعيشوا فيه ليله واحده. يحيى غير خرج من العتبه، الباب تسد بقوه والعماره كامله زلزلات. صباح سول البواب وقال له يا استاذ يحيى هذا الدور ده مهجور من 100 سنة بعد ما وقعت فيه حريقة في ليلة القدر. رابعا قصة الغابة. الأرواح في ماليزيا. واحد القرية صغيرة في ماليزيا كان معتقد باللي في رمضان الأرواح الحارسة للغابة كتقرب من البيوت باش تحمي الناس. أحمد كان كيتمشى مورا التراويح حدا الغابة، بان ليه واحد القط كبير وكحل وعينيه كيلمعوا بالصفر. عجبو داك القط وبقى تابعو حتى وصل لواحد المنطقه في الغابه فيها ريحه ديال البخور طالعه من الارض. تما شاف شيخ لابس ابيض
وكيمسح على الراس ديال القطه. الشيخ شاف احمد وقال ليه علاش جيتي لهنا؟ هاد البلاصه خاصه للجن المسلم اللي كيصليو معانا. احمد سكت وبغى يرجع، ولكن لقى الاشجار كتسد عليه للطريق. الشيخ قال ليه باش تخرج لازم تكمل معنا صلاه تجهد حتى للفجر. احمد وبطبيعه الحال بقى كيصلي معاهم. ملي اذن الفجر لقى راسو جالس فوق غصن شجره عاليه وسط الغابه، والناس ديال القريه كيبحثوا عليه بالمصابيح. هادو كانوا قصص ديال اليوم. كنتمنى انها تكون عجبتكم. ما تنساوش معكم لايك وسبسكرايب في القناه باش يوصلكم كل جديد. وإلا كانت عندكم شي قصص اخرى كتبوها لي في التعليق باش نعاودها في الفيديو الجاي ان شاء الله.